من بعد ما البيض عم يغلي هون بتعيري وقت ربع ساعة لتضمني انه هن استووا. البيض عندي جاهز هلا، بنقشره بهيدي الطريقة. لنضمن انه البيضة استوت تعملوا نفس الطريقة بتعايروا الوقت. حنحط فلفل، حنحط ملح، حنحط زيت الزيتون. اليوم حنعمل كفتة بطاطا. عندي بطاطا مقلية جاهزة قليتها أكيد، وعندي وقيتين كفتة وبندورة وفليفلة. تابعوا الفيديو لحتى نبلش. من هيدي الصينية الصغيرة بيجي هيك حجمها، دهنت الصينية شوية زيت نباتي وهلا بدي مد الكفتة. عنا الكفتة من بعد ما دهنا الصينية زيت حنمدها هلا. قبل ما نمدها حنحط البهارات، حنحط شوية سبع بهارات، رشة فلفل أسود، حنضيف شوية زيت نباتي عليها لتسهل علي الدعك. حنعملها بهيدي الطريقة. حنمدها بهيدي الطريقة قبل ما نحط البطاطا والفليفلة والبندورة. فيكن كمان تضيفوا معهم بصل اللي بحب. أكيد الصينية بدها تكون مدهونة زيت عن الدواير، يعني شوي مو كتير. حنضيف البطاطا. البطاطا أنا قليتها قبل. هلا بنحط كل البطاطا يلي عنا اياها، بتحطوا الكمية اللي انتو بدكن اياها. هيك بنكون خلصناهم. البندورة اللي بتشهي. هلا انا ما حكت البندورة، انا ما كتير بنحبها مع الكفتة ببطاطا. هلا الفليفلة. فيكن كمان تضيفوا بصل.
رح ضيف الصوص يلي عملته، اللي هو ملعقتين من الصلصة، رشة ملح، فلفل أسود، 7 بهارات، وأكيد منضيف مي. رح ضيف لها بعض مي لحتى أحسن شوي إنه انغمروا. حأتركن على نار قوية لمدة ربع ساعة. هلا الطبخة عندي بلشت عم تغلي بهيدي الطريقة، رجعت ضفت بهار حلو. هلا ححطهم على نار هادية وغطيهم. من بعد ما غليناها 10 دقايق، هلا حنطفي الغاز عليها. ولا اطيب من هيك وبتشهي. وهيك احبابي الكفتة البطاطا صارت معنا جاهزة. هلا سكبتها بعدها كتير سخنة، ريحتها بتشهي. اذا حبيتوا الطريقة اكتبولي بالكومنت. بشوفكن على خير. صحتين.
كب لبن، بما انه عندي هلا انا 23 حبة، سو حاستعمل كيلو لبن. فيكن تستعملوا اللبن اللي بدكن اياه، انا عندي هذا اللبن من ليبون ليه. هلا حنضيفه بالطنجرة، حنضيف اللبن بهيدي الطريقة. اللبن بنفس علبة اللبن حنضيف مي، بما انه عملنا كيلو لبن بس علبة اللبن اللي هي كيلو منضيف كمان مي فيها. بعد ما سقطت اللبن والمي هلا بدي اضيف ملعقة نشا. عم بستعمل هذا النشا من دعبول. ضفت معلقة كبيرة من النشا، دوبتها مع شوية مي وضفتهم فوق اللبن. هلا بنحركهم على البارد. من بعد ما قطع 3 دقايق عليهم هن وباردين، هلا حنضوي الغاز على نار قوية ومنضل عم نحرك فيهم لحتى يغلوا. من بعد ما حركنا على نار قوية بلش اللبن يغلي. هلا حنسقط الكبة، حنسقط الثوم والكزبرة. الثوم احتجت تقريبا ل4 حبات من الثوم. هلا بنبلش نسقط الكبة. بنسقط كل الكمية. من بعد ما الكبة صارت معنا جاهزة رح نضيف اخر شي القلوبات اللي عندي اياها. فيكم كمان تضيفوا الزيت تاع القلوبات، بس انا ما بحب ضيف زيت كتير لانه منه صحي. هلا الكبة بلبن صارت معنا جاهزة، حنسكبها بهيدي الطريقة. الريحة بتشهي واللبن طالع معنا بقوام كتير منيح. وهيك صار معنا جاهز الكبة بلبن. ريحة ولا أطيب، واللبن أبدا منه فارط معنا.
هلا حنسكبهم. عن جد بتشهي وريحة كتير طيبة. نحن هلا حنبلش بسلق الدجاج. انا عندي كيلو دجاج، حضيف عليهم مي لينغمروا، وبدي زيد هلا المطيبات عليهم. هلا حنضيف المطيبات اللي عندي اياهم. فيكم تحطوا المطيبات اللي بدكم اياها، ورق غار، قرفة، حامض، بصل، اللي بدكم اياه. من بعد ما ضفت المطيبات بنغطيهم. هلا انا حاسلق مغربية، بستعمل من شتورة. فيكم تستعملوا اللي بدكم اياه، فيكم كمان تستعملوا اللي بتجي نص سلقة. حضيف انا نص الكيس، هيدا 900 جرام. حضيف نص الكيس مش كله، حسب الاشخاص. يعني حسب انتو كم شخص. المغربية بدي اضيف مي، حاغمرهم. ومنسلقها مثل كأنه عم نسلق المعكرونة، يعني بتاخد تقريبا شي ربع ساعة. اكيد كل شوي بتطلعوا عليها بتشوفوها المغربية نقصت مي، وبعد ما استوت بنرجع بنزيد مي فوق. بندلع بنزيد مي. هلا بنزيد مي لنغمرها كلياتها. نفس الشي بنرجع كمان بنتركها، يعني تقريبا كل 5 دقايق بنطلع عليها بنشوفها حتى ما تنشف من المي وتلزق. بنخليها على نار هادية، يعني لا قوية ولا هادية، وسط تقريبا. لا حنشوف الدجاج تقريبا بلش يستوي. بما انه بلش يستوي بدي انا غير مرقة الدجاج اللي هي المي تاعيتها وحط مي نظيفة، لانه قبل بكون الدجاج ني. غيرنا المي تاعيتها، حنرجع نزيد المطيبات. هلا المغربية عنا صارت نص استوى. انا ما بدي اياها تستوي على الاخر لحتى ما تعجن معنا. هالدخنة مش عم يبين مثل ما شايفين. هلا هيك. هلا حتفي عليها من بعد ما قطع 15 دقيقة، ربع ساعة. هلا راح اسكبها بجد لحتى يتفرفدوا ويبردوا، ما يعجنوا على بعض. سكبتهم هون بهيدي الطريقة لحتى يبردوا. هلا بدنا نقلل البصل، شرحات البصل بزيت الزيتون. من بعد ما حمى الزيت حنضيف البصل ونقطع بهيدي الطريقة. هول شرحات حنقلبهم. فيكم تحطوا كمية البصل اللي بدكم اياها. انا حطيت بصلة وحدة كبيرة اكيد، لانه بدي ارجع كمان ضيف معهم بصل بقلي المغربية. صار معنا جاهز. البصل يتأمر معنا بهيدي الطريقة، ما بدي اياه يشقل اكتر من هيك. هلا بقلب صينية. انا بستعمل صينية الفرن المغربية دايما، لانه ما بحب تلزق المغربية. رح احط زبدة من لورباك. فيكم تستبدلوا الزبدة تحطوا زيت. هلا بدي اضيف المغربية، بدي اقليها. هلا قطعت بصل صغير بدي اقليه. ما قطعت كتير لانه اوريدي كنت مقطعه قبل صغار. من بعد ما قليت المغربية لحتى يتغير شوي لونها، عندي حمص بحطهم فوقها. انا عندي حمص علب، استعملت علبتين. فيكم كمان تسلقوا حمص. هلا حنقلبهم. هلا
حنضيف البصل الشرحات يلي قليلة، حنقلبهم. هلا حنضيف البهارات، ملعقة كبيرة بهار مغربية، نص ملعقة 7 بهارات، ملعقة كبيرة من الملح أو حسب الرغبة. هلأ حنضيف مرقة الدجاج، ما منكتر بس حتى تعطينا طعمة طيبة. هلأ بنخلطهم كلهم مع بعض. هلأ حنضيف الدجاج، نضيف البصل يلي قليناهم، ما كترت بصل لأنه هي أصلا فيها بصل. حنتركهم شوي ليغلوا، يعني تقريبا شي 5 دقايق وبنطفي عليهم. هلا حندوق مع أنا كتير سخنان بس هاي الريحة مكفية بدي آكل. أحبابي المغربية صارت معنا جاهزة، كتير بتشهي. اعتمدوا هيدي الطريقة وإن شاء الله بتنجح معكم. بشوفكن على خير، صحتين. اليوم حنعمل سوا ملفوف محشي. هلا أول مرة بعمل ملفوف لنشوف كيف حيطلعوا. هلا عم بسلقن، قطعت الملفوفة، شلت راسها، عم بسلقن هلا لمدة 10 دقايق. تابعوا معي الفيديو والله يستر. من بعد ما قطع أول 5 دقايق رح أقلبهم بهيدي الطريقة لتاني وجه لحتى يستوي معنا. حشوة رح احتاج وقية لحمة مفرومة، كبايتين من الرز، البهارات يلي هن ملح، بابريكا، فلفل اسود، 7 بهارات وبهار حلو. حنضيفهم بهيدي الطريقة وحنضيف معهم دبس رمان. هلا حنضيف دبس رمان وحنخلطهم بهيدي الطريقة كلهم مع بعض. فيكن تحطوا معه ثوم اذا بدكن بالخلطة، بس انا ما حطيت لانه بدي احط بقلب الطبخة ثوم. الملفوف صار معنا جاهز. الورقة صارت طرية بهيدا الشكل. من بعد ما مرق عليهم 10 دقايق هلا حنبلش باللف. بدنا نفكفكه بطريقة ما نخزق الورقة منها. هلا انتو لحالها بتحسوها صارت سهلة بالفك، لحالها تنفك الورقة هيك بتصيروا بتشيلوهن. هلا انا ما قادرة كتير امسكها لانها كتير سخنة. بتفكوهم وبتصير وحدة وحدة وهي لحالها بتنفك. شايفين كيف لحالها بتنزاح؟ بس لانه كتير سخنين ما عم بقدر استحكم. شايفين هيدي العودة؟ هاي بتوجه مثل هيك رفيعة. هيدي انا ما بدي اياها
لانه طالما حتكون موجودة ما حتساعدكن ابدا باللف. حنقصها هيك للورقة، وهيدي هيك. هاي ما بنكبها، حنعوزها بقلب الطنجرة. شفتوا؟ هلا صار فيكم تتحكموا باللف. حنضيف، ما بنكتر كتير لانه الرز بده ياخد حجم بالورقة. هيك صارت معنا جاهزة. عم حاول نقيلكن اللي فيهم هيك لتشوفوا. هلا اذا بدكم هيدي مش محرزة عشان بهيدي الشقفة ما فينا نلف، فحشيلها. اكيد بنكبها، حنستعملها بالطنجرة. خدها هيك، خلينا نشيل هول كمان، نعملها هيك لكم. ومنلفها. حاعمل الباقيين وبرجع لكم. من بعد ما خلصناهم ضل عندي هولي، هلا بحطهم باسفل الطنجرة. وراح زيد معهم ثوم. راح ضيف هول الثومات معهم. وهلا بزيد الملفوف يلي عملناهم. اكتبولي بخانة التعليقات شو بتسموا الملفوف المحشي ببلدكم، ومن اي بلد عم تتابعونا. هلا انا اول مرة بحياتي بعمل ملفوف، ماني عملتها ولا مرة قبل، وحبيت جربها معكم. قلت يا بتنجح معي يا لا. هيدا اطيب غدا عنا بلبنان، الملفوف والكوسة المحشي مع الباذنجان. يعني غدا سريع ومفيد
لإلنا كمان. هلا بما انه انا اول مرة بعملها ما كترت ملفوف لحتى اشوف كيف حتطلع معي اخر شي. هلا حنضيف مي. حنضيف له مي ويلا على النار. في شغلة لازم ننتبه لها كتير مهمة، لازم نحط عليهم صحن نكبسهم بهيدي الطريقة كرمال ما يفرطوا معنا. اوكي، وبنرجع نخبرهم بالمي كلهم وبنتركهم على نار هادية تقريبا لمدة نص ساعة لنشوف الحبة اذا استوت. نكبسهم هيك عشان ما يفرطوا معنا. بهذا الوقت حضيف الصوص عليهم اللي هو ملعقتين صلصة كبار، ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، بهار حلو، دبس رمان، وبنتركهم وبنغطيهم لنص ساعة. بما انه قطع نص ساعة والورقة بعد ما استوت فحاتركهم بعد 20 دقيقة. ضفت ثوم وحامض، عملت 4 حصوص من الثوم وحامضة ونص. هلا حضيف نعناع، نحط نعناع يابس، بتركن 5 دقايق. شوية دبس رمان، خلصكم بالملفوف. بسم الله، ريحة ولا أطيب. هولي اللي كنا حاطينهم تحت بأرضية طنجرة. حبيت اتشارك معكم، اول مرة بعمل ملفوف محشي، ما عملته قبل. اكتبولي بخانة التعليقات اذا زابطة مع الوصفة ولا لا. اليوم حنعمل قبلما حنحتاج ل2 كيلو كوسة محفولين ومغسولين، وقية او قيتين لحمة مفرومة. انا عندي وقية وتقريبا 5 حبات من البصل. اول شي حنقلي البصل، من بعد ما البصلة بلشت تدبل عندي حضيف اللحمة المفرومة ونقلبهم مع بعض. من بعد ما قلبتهم مع بعض راح ضيف ملعقة صغيرة او نص ملعقة اذا بدكم من 7 بهارات، رشة بهار اسود، ونص ملعقة من الملح يعني حسب الرغبة. واكيد ما ننساش الاساسي اللي هو دبس الرمان. انا غرامة دبس الرمان كتير بحبه مع الاكل. هلا حنخلطهم.
هلا بهذا الوقت انا عم صفي اللحمة والبصل من الزيت، يعني بحطهم بهيدي المصفاية. انا كتير بحب هالمصفاية، بتصفي لي اياهم هنا من الزيت، لانه انا ما كتير برغب الزيت النباتي بالاكل، لانه منه صحي ابدا. فهلا من بعد ما صفيتهم من الزيت، هلا ببلش انه اعمل الكوسة. هلا حنبلش نحط الكوسة. يعني انا عندي حجم الكوسة هو الصغير. هلا حنبلش نحط لهم من الحشوة. بنحط كمية منيحة من الحشوة لحتى تنطلع لفوق، غير لما نعمل الكوسة المحشي العادي. يعني بالكوسة المحشي بنحط نصها لأنه الرز بيفلش معنا، بس هون باللحمة وبصل بدنا نتليها كلياتها. يعني هيك صارت معباية معنا مثل ما شايفين، عبيناها بهيدي الطريقة، صارت كلها معباية لحم وبصل. حاعمل الباقيين وبرجع لكم. هلا حطينا القبلة بهيدي الطريقة، حنحط هلا الباقيين كمان. شايفين كلهم نفس الحجم، يعني بننقي السايز الصغير. هلا بنضيف كمية زيت وبنبلش نقليهم حبة حبة. هلا انتو بتقدروا تقلوهم قبل ما تحطوا فيهم الحشوة، وفيكم العكس، فيكم تحطوا فيهم الحشوة وترجعوا تقلوهم، بس هالطريقة اسهل. انا حشيتهم بطريقة ورجعت قليتهم، حسيت هالطريقة اسهل. كنت قاعدة من قبل هديك الطريقة كانت تاخد معي كتير وقت انه اقليهم بعدين احشيهم تطبيقة. شوف لون القبلة كيف بتتغير معنا بهذه الطريقة. هلا من بعد ما قلينا كل الكمية بهذه الطريقة اللي بتشهي، بعد في الكمية الباقية، هلا حنحطهم كلهم بقلب طنجرة ونغليهم مع الصلصة. ضفت كل الكمية، نغمرهم بالمي مع ملعقتين من الصلصة. هلا حنضيف توم، تقريبا 4 حبات ل5 حبات من الثوم. حنضيف رشة نعناع يابس، يلي هو هيدا نعناع اليابس. حنضيف كمان رشة 7 بهارات، ما منكتر، واكيد ما ننسى دبس الرمان. حنضيف شوية دبس رمان، ما منكتر لانه كنا حاطين بالتطبيقة. وهيك احبابي القبلة صارت معنا جاهزة بهيدي الطريقة مع الصوص تبعها، ريحتها بتشهي. حدوق معكم هلا وحدة. هنغطى بالصوص. مم. مم. طيب كتير. اكتبولي بالكومنت شو حابين نعمل اكل مرة تانية. بشوفكن على خير. صحتين.
اليوم حنعمل أردة شوكي بطريقة لذيذة وسريعة، ما بتاخد معنا وقت. تابعوا للآخر ويلا نبلش. حنعمل أردة شوكي. حاستعمل الأردة شوكي المثلجة من ستورة، أكيد حغسلها وارجع. بدنا نسلق الأردة شوكي، حضيف عليهم مي لحتى نسلقهم، وبنتركهم لربع ساعة لحتى تصير معنا شوي طرية. من بعد الأردة شوكي سلقناها ربع ساعة، هلأ بدنا نقليها. اوكي، هلأ من بعد ما ضفنا زيت وحميناه حنضيف الأردة الشوكي من بعد ما صفيناها من المي اللي سلقناها. هلا رح نقلبهم بهذه الطريقة. انتو حطوهم على نار هادية لحتى ما يحترقوا معكم. شايفين اللون كيف بيتغير؟ على نار هادية. من بعد ما تغير عنا اللون، عطونا لون الشقر، بدنا نصفيهم من الزيت ونحط لهم التطبيقة. حنضيف سمنة، راح اضيف بصل. انا استعملت بصلتين، فيكم تستعملوا الكمية اللي بدكم اياها. عندي وقية لحمة مفرومة، راح اضيف رشة ملح، رشة فلفل اسود، ورشة 7 بهارات، واكيد ما ننسى دبس الرمان. فيكم تحطوا البهارات اللي بتحبوها. هلا عندنا الأردة شوكي، هنحط لها التطبيقة. هنحطهم بهيدي الطريقة هيك 3 تطبيقة، ونكبسها لحتى ما يوقعوا بالطبخة. نكبسها هيك بهيدي الطريقة. هيك صارت معنا. حاعمل بعد وحدة معكم. بنحط لها التطبيقة وبنكبسها بهيدي الطريقة هيك. نعملها هيك حتى ما توقع بالطبخة. حاعمل الباقيين وارجع لكم. هلا من بعد ما حشيناهم حنضيف عليهم مي. ما بنغمرهم لانه اذا غمرناهم التطبيقة كلها حتوقع. بس هالقد بنتركهم على نار هادية. هلا بس لما غليوا بدي اضيف الصوص، يلي هو ملعقتين صلصة، رشة نعناع، حسان من الثوم، وملح، ودبس رمان، و7 بهارات، وفلفل اسود. هلا حاتركهم على نار هادية لمدة ربع ساعة. وهيك الأردة شوكي صارت معي جاهزة، ريحتها ولا أطيب. إذا حبيتوا الطريقة اكتبولي بخانة التعليقات، واكتبولي انتو كيف بتعملوها. أنا بعملها بنعنع وثوم ودبس رمان.
بشوفكن على خير. صحتين.